طبعا بقى السؤال الاهم، سعر الفندق كام؟ يوم جديد هنقضيه على جزيرة مفوشي الأشهر في المالديف. تعالى اتفرج الأول على الأوضة اللي أنا قاعد فيها حاليا. دي الأوضة بتاعتي في أرينا يا جماعة، جامد قوي قوي قوي، والفيو بتاعه ما حصلش. على جزيرة مفوشي في المالديف طلعت على فندق اسمه أرينا. ميزة الفندق إنه على الشاطئ السياحي على طول. طبعا بقى السؤال الأهم، سعر الفندق كام؟ بتروح سعر الفندق يا جماعة هنا من $80 ل $120 على حسب السيزون، تمام؟ وطبعا لو 2 أو 3 طبعا هيوفروا كتير في سعر الأوضة. هتيجي تقعد في مفوشي يومين 3 تعمل الاكتيفيتي بتاعه السبورتس بتاعه الميه، باراسيلينج، تعوم مع الشاركس، تغطس، تعمل سنوركلينج، اجواء عالميه يومين 3 بالكتير، وتتحرك تاني من مفوشي. انا شايف ان اصلا المالديف كلها على بعض 5 ايام 6 ايام بالكتير احسن حاجه. عايز تستجم بقى وتقعد على الشواطئ، اتس اوكي. شاطئ حكايه، الجو جميل. دلوقتي بقى احنا طالعين على جزيره تانيه رايحين نستكشفها بقى. يومنا النهارده على جزيره تانية رايحين نستكشفها، بس واخدين جاكيت معانا لان البحر عالي قوي، قال لك الدنيا هتغرقنا ميه. Which island we going now? We are going to Guli now. Guli. Let's go. What is in Guli? Guli is one of the smallest island in Maldives, and you will find a very nice beach there. يلا بينا. Let's go. اصغر جزيره او واحده من اصغر الجزر في المالديف كلها. طبعا احنا مش رايحين بالسكوتر، احنا دلوقتي هناخد مركب نطلع على هناك. معانا اجواء عالميه يا جماعه كل مكان. وصلنا المارينا ونطينا في المركب واتحركنا على طول. المركب كان صغير والبحر كان عالي جدا، فكان الطريق كله اكشن. تقريبا خدنا 10 دقايق ووصلنا الجزيرة اللي رايحينها. رحلة جديدة في جزيرة جديدة، جولي. بص الناس لوكالز عايشين ازاي في الطبيعة دي، نايمين، ريلاكسينج. فيها سياحة فيها بس قليلة، لكن معظم الناس هنا محليين عايشين. دي الفيري اهو، اتوبيس جاي، ده الاتوبيس بتاعهم بقى، جاي ياخد ناس ويودي ناس. ويلكم تو جولي. عجبني قوي كل الجزر عليها الكراسي دي، الناس بتقعد عليها في كل مكان، في كل مكان. الجزيرة دي بتمتاز بتصليح وصناعة السفن. بصوا بقى المالديف وجمالها، الدنيا خربانة هنا وايه بقى، وشغل والدنيا بايظة. اجمل شاطئ ممكن تشوفه في حياتك وناس على البحر. هو في ايه بقى؟ لفينا حوالين الجزيرة كلها لأنها جزيرة صغيرة جدا. الشواطئ هناك حكاية تجنن. الأطفال هناك بيتكسفوا قوي. قعدت استجم شوية وبعد كده خدنا اتجاه العودة. بنعمل ايه في المالديف المره دي؟ بنعمل تجارب مختلفه عشان نلمس السكان المحليين عايشين ازاي. كل الناس بتيجي المالديف تقعد في فندق 3-4 ايام او اسبوع، منتجع، فيلا، بحر. طب الناس بقى عايشه ازاي؟ بتعمل ايه؟ العاصمه شكلها عامل ازاي؟ ده اللي بنشوفه المره دي في المالديف. فتابعوا الفيديوهات كلها بتاعت المالديف، ما تفوتوش حاجه. تابعوا كمان الستوريز بتاعت المالديف. معانا.